السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن التشكيل الانسب لمباراه الاهلي امام سموحه، وهنتكلم مع بعض عن الطريقه اللي بيلعب بيها الكابتن طارق العشري. هنقول كده نتائج الفرقتين في المباراه الاخيره. الاهلي كان لاعب فاركو وكسب فاركو 2-1، وسموحه كان لاعب الاتحاد السكندري واتهزم 2-0. هنتكلم بقى النهارده عن نقط الضعف ونقط القوه عند نادي سموحه، والطريقه اللي بيلعب بيها الكابتن طارق العشري مدرب نادي سموحه، وهنتوقع مع بعض التشكيل الانسب لمباراه الاهلي، وهنتوقع في نهايه الفيديو نتيجه المباراه. نبدأ كده بطريقة الكابتن طارق العشري. الكابتن طارق العشري بيبدأ ب5-4-1، 5 في خط الدفاع، 4 في خط الوسط، ومهاجم وحيد. دي في حالة الدفاع بتبقى موجودة، أما في حالة الهجوم الخطة بتختلف ل4-1-4-1. كابتن طارق العشري بيخلي رضا شحاتة بيلعب في نص الملعب، وبيخلي محمود شبانة يتحرك لناحية اليمين. وملحوظة إن المباراة بتاعت الاتحاد السكندري خلصت في آخر 10 دقايق، يعني الجونين بتوع الاتحاد السكندري اجوا في آخر 10 دقايق، في الدقيقة 79 وفي الدقيقة 92، يعني قول 11 دقيقة بالظبط كان الاتحاد السكندري كان كسبان 2-0. نقط القوة ونقط الضعف عند الكابتن طارق العشري. نقط القوة عند الكابتن طارق العشري المرتدات، لما الكرة تبقى معاه في الهجوم بيعرف ينظم بشكل كويس جدا، وبيعرف يطلع من نص ملعبه كويس، وممكن كمان يسجل على النادي الاهلي. نقول كده اهم 3 لاعبين في نادي سموحة: بنيامين مهاجم نادي سموحة، وهو سجل هدف واحد فقط وما صنعش ولا هدف. ومعانا شريف رضا لعيب خط وسط، وهو برضو بيلعب باك يمين زي ما قلت لكم في الاول كده. ومعانا محمود شبانه وهو بيلعب في قلب الدفاع. دول اهم 3 لاعبين حاليا في نادي سموحه. نقط الضعف بقى وهي الكرات العاليه. لازم الاهلي يلعب كرات عاليه دايما، ولازم لازم يبدا براس حربه، سواء كان محمد شريف او شادي حسين او حسام حسن. بس نتكلم بقى كده على التشكيل اللي هيبدا بيه النادي الاهلي، او نتوقع مع بعض التشكيل اللي هيبدا بيه النادي الاهلي، ونتوقع ونقول مين اللي هيبدا مكان اكرم توفيق. زي ما انتم شايفين كده ده التشكيل الانسب لمباراه الاهلي امام سموحه. هيبقى في حراسه المرمى محمد الشناوي، رباعي خط الظهر محمد هاني وعبد المنعم. طبعا عبد المنعم كان موقوف المباراه اللي فاتت بسبب تراكم الانذارات، ولكن مباراة سموحة هيشارك فيها بشكل طبيعي جدا. وهيبقى جنبه محمود متولي، وعلى الشمال علي معلول. في نص ملعب اليو ديانج وعمرو السولية. قدامهم 4 في خط الهجوم هيبقى سافيو صانع لاعب، على الشمال عبد القادر، على اليمين كريم فؤاد، وفي الامام محمد شريف. ممكن كولر في حال لو هو مش عاوز يبدا بمحمد هاني يقدر يبدا بحسين الشحات كوينج يمين، ويرجع كريم فؤاد باك يمين. وطبعا احنا عارفين كريم فؤاد بيعرف يلعب في المركز ده كويس جدا جدا، وايضا حسين شحات بيعرف يلعب ورا كويس جدا. زي ما احنا شايفين كده ده التشكيل الانسب، او اللي احنا ممكن نشوفه بكره. ولكن انا اتمنى ان محمد هاني هو اللي يبدا، ويخلي كريم فؤاد في مركزه الطبيعي تماما، علشان طبعا احنا داخلين على كاس العالم، واحنا عاوزين نخلي محمد هاني يبقى جاهز لكاس العالم، ونخلي كريم فؤاد قدام احسن، لان ورا طبعا هيبقى محمد هاني. لو محمد هاني هيبقى بنسبه كبيره هو اللي هيشارك، وبرضه كريم فؤاد هيبقى في مركزه. في حاله الهجوم طبعا الطريقه هتتحول لهذه الطريقه. الخطه بتبقى كده: في حاله الهجوم بيطلع علي معلول لقدام يساعد مع احمد عبد القادر، وبيطلع برضه محمد هاني يساعد كريم فؤاد. وبيبقى طبعا سابيو ممكن يلعب مهاجم تاني مع محمد شريف، وبرضه بيخش عمرو السولية ممكن برضه يلعب مهاجم تاني، وبيزيد لجوه كتير عمرو السولية. وممكن كمان اليو ديانج يزيد لقدام كمان، يعني ممكن كده يخش كمان يطلع له كده كمان خطوتين 3 يزيد قدام. اما بقى في حالة الدفاع بتتحول الطريقة لهذه الطريقة. في حالة الدفاع الطريقة بتبقى كده: بنرجع محمد هاني وعلي معلول وكريم فؤاد واحمد عبد القادر، وبنخلي اليو ديانج على الدايره. اول ما الدفاع بيبقى شادد بيبقى الطريقه تبقى كده: بنرجع عمرو السولية، بندخل عمرو السولية ال 18 ومع اليو ديانج، وبرجع برونو سافيو ومحمد شريف ورا شويه. توقعت بقى نتيجه المباراه: ان شاء الله الاهلي يفوز على سموحه بنتيجه 4-1، ده بعد اذن طبعا الكابتن هاني سليمان. ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ اكتبوا لي برضه تحت في التعليقات توقعاتكم للنتيجه. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشكركم، مع السلامه.